اهلا بكم. كاملين النهارده حلقتنا مستمره. المملكه العربيه السعوديه تستيقظ على عاصفه الفجر كما اسماها بعض المحللون، واطلقوا عليها عاصفه الفجر تشابها مع عاصفه الحزم. مجموعه كبيره من القرارات خلينا نستعرضها في هذا المقطع من التلفزيون السعودي الرسمي، ثم نعود لنكمل هذا الحوار. أمر ملكي. يعين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. الدكتور منصور بن عبد الله المنصور مساعدا للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعفى معالي الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه، ويكلف معالي الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل رئيسا لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعين الأستاذ صالح بن محمد بن عبد الكريم الجاسر مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تعفى معالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها. ثانيا، يعفى معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعفى معالي الدكتور منصور بن ناصر بن عبد الله الحواسي من نائب وزير الصحة للشؤون الصحية من منصبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعفى معالي الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناء على طلبه. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. انطلاقا من حرصنا على تكريم منسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من العسكريين والمدنيين وتقديرا لهم على جهودهم وعطاءاتهم وبذلهم، أمرنا بما هو آت. أولا، صرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. يعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز آل سعود. حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد وتأييد ذلك بالأغلبية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن نايف ابن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وأمرنا بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. يعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان ابن عبد العزيز آل سعود. اهلا بكم. ده كان استعراض من التلفزيون الرسمي للمملكه العربيه السعوديه عن قرارات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صباح هذا اليوم في عاصفه من القرارات الملكيه وصفها بعض المحللون بانها عاصفه الفجر على غرار عاصفه الحزم. دعوني ارحب في هذه الفقره معي في الاستوديو الاستاذ لطفي عبد اللطيف الاعلامي والباحث في الشأن السعودي. استاذ لطفي اهلا بك. اهلا بك دكتور واهلا بمستمعيك. كما أرحب معنا عبر السكايب بضيفي الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور أنور. أهلا وسهلا بكم. كما أرحب أيضا معنا عبر السكايب بالدكتور سعد الفقيه رئيس الحركات الإسلامية للإصلاح. أهلا بك دكتور سعد. السلام عليكم. وعليكم.
دكتور أنور، أبدأ معك بحزمة من القرارات أطلق عليها بعض المحللون أنها عاصفة الفجر، يعني للتوقيت التي صدر فيها التوقيت الذي صدر فيها هذه القرارات. يعني لو تحدثنا حول هذه التغييرات، محمد بن نايف وليا للعهد ومحمد بن سلمان لولي العهد ومجموعة أخرى من القرارات، كيف قيمت هذه التغييرات في النظام السعودي؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه القرارات جاءت بعد عاصفة الحزم، فالقرارات الأولى في عهد الملك سلمان جاءت منذ 3 أشهر، والآن بعد 3 أشهر جاءت هذه القرارات تفصل بينهما عاصفة الحزم. وهذا يعني أن عاصفة الحزم أصبحت مرحلة جديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية. وهذه العاصفة هي التي غيرت في سياسة واستراتيجية المملكة العربية السعودية. ودائما حينما كل مرحلة لها رجالها، فأولئك كانوا رجال المرحلة السابقة والآن هؤلاء هم رجال المرحلة القادمة. فإذا العملية جاءت على هذا المنوال، خصوصا وأننا نجد أن المتغيرات التي حدثت تتركز على 3 دوائر: الدائرة الأمنية في الأول، ثم الدائرة الاقتصادية، ثم الدائرة الإدارية. وهذا نعم. ما حدث بالنسبة لهذه التغييرات. نعم، سنتناقش على مدار هذه الفقرة في يعني كل من هذه الدوائر على حدة. سيد أنور، دكتور سعد، يعني السؤال إليك الآن: هل الأمر بهذه البساطة التي تحدث عنها الدكتور أنور عشقي بأنها تغييرات وأن لكل مرحلة رجالها، أم أن هناك أمور أخرى لا يعلمها الكثيرون؟ لا، هو قال كلام آخر يستدعي السؤال من طرفك. يعني هو قال أن هذه التغييرات جاءت بعد عاصفة الحزم، فيا ليت يعني أن يبنى على ذلك سؤال من طرفك أو يوجه له أنه ما هي علاقة عاصفة الحزم بهذه القرارات؟ لماذا بناء على عاصفة الحزم يقال مقرن بن عبد العزيز ويعين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف في هذه المناصب؟ هل هذا ممكن؟ طيب، ولكن يعني بداية أجبني على هذا السؤال، يعني الذي طيب على كل حال من يفترض مهنيا. هل الأمر يعني دعني أعيد السؤال مرة أخرى دكتور سعد: هل الأمر بهذه البساطة التي تحدث عنها السيد أنور بأن لكل مرحلة رجالها؟ سأجيب على السؤال، لكن نتمنى إن شاء الله إذا انتهيت أن توجه له هذا السؤال، لأنه من المهنية أن توجه له السؤال حتى يفهم الجمهور. لا يعني دكتور سعد، ما معنى كلامه؟ دكتور سعد، يعني بعيدا عن المهنية، يعني دعنا، نحن لسنا في مجال، لست في مجال هنا لتعلم دروس في المهنية، مع احترامي يعني لك. أنا هنا أسأل دكتور سعد الفقيه عن أمر ما. أنت إذا أردت توجيه سؤال لدكتور أنور عشقي فهذا يعني حقك، له كامل الحق في الرد عليه، ولكن هنا أنا أسأل سؤال وأرجو الإجابة منك. التعيين الذي حصل يتداول في أوساط العائلة الحاكمة من قبل، أنه قبل وفاة الملك عبد الله كانت هناك خطة لاستبعاد محمد بن نايف وتعيين متعب بن عبد الله بمؤامرة تعيين مقرن عين منذ حياة الملك عبد الله، وثبت بعبارة: لا يحق لكائن من كان أن يغير هذا التعيين، وأنه إذا شغل منصب ولي العهد يرقى من ولي العهد إلى ولي العهد، ثم يرقى إلى منصب الملك. وأقسم أعضاء هيئة البيعة على أنهم لن يغيروا من هذا القرار، حينما كانت خطة الفريق السابق أنه قبيل وفاة الملك عبد الله أن يقال سلمان كان ولي العهد ويرفع مقرن إلى ولي عهد حتى يفتح المجال لمتعب بن عبد الله. الذي حصل أن الأجل المنية وافت الملك عبد الله قبل أن يتمموا خطتهم، فسبقهم الفريق الجديد الذي هو محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، سبقوهم واستصدروا أمرا مباشرا من سلمان بتعيين محمد بن نايف وليا للعهد، وأعدوا العدة منذ ذلك الحين أنه إذا هدأت الأصوات وخفتت المدافع
أنهم يقيلوا مقرن ويعجلوا بالصعود محمد بن سلمان إلى السلطة. كل الدوائر الخاصة في الأسرة الحاكمة تتحدث بهذا الحديث. فقضية الصراع بين جناحين، نعم. وليس هناك قيمة ليس فقط للشعب بل حتى لبقية العائلة. سأعود لك مرة أخرى دكتور سعد. أستاذ لطفي، الآن نحن أمام تحليلين لما حدث، أن هناك فريقين في السلطة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، فريق كان مع الملك عبد الله الملك الراحل، وهناك فريق آخر تابع للملك سلمان، وتحديدا ذراعيهم محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. وهناك رأي آخر يتحدث فيه دكتور أنور عشقي بأن الأمر أن لكل مرحلة رجالها وأن الأمور تسير على ما يرام. وأنت متخصص وباحث في الشأن السعودي، كيف قيمت قرارات اليوم؟ أنا أعتقد أني ما حدث شيء طبيعي جدا في ظل نظام جديد بتكوين جديد برؤية جديدة للحكم، بنظرة للتحديات التي تواجهها المملكة على حدودها الجنوبية وهي خطيرة جدا، وعلى حدودها الشمالية داعش وهي خطيرة جدا، وما يحدث في الداخل. ومنذ يومين كان هناك اكتشاف خلية أو الإعلان طبقا للبيان الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء السعودية 92 من المتورطين طبقا للبيان الرسمي لوزارة الداخلية في أعمال قد تكون أعمال إرهابية داخل المملكة. فمن ثم لكل نظام له رؤيته وله أجندته، والسعودية كانت فعلا تواجه خطر بعد سقوط صنعاء، وتأخرت كثيرا في أن تتخذ هذه الخطوة العسكرية، والخطوة العسكرية لم يكن يقدر عليها سوى شباب لديهم القدرة ولديهم الجرأة أن يأخذوا هذه القدرة للتصدي للمد الصفوي الذي جاء من على حدودهم، إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك نجران. إذن فأنت مع الرأي الذي تحدث به دكتور أنور بأن لكل مرحلة رجال. أنا أميل للدكتور أنور عشقي، وأميل بصفتي متخصص في الشأن السعودي لرؤية الملك سلمان، وهو رجل يعني قارئ للتاريخ جيدا وله دور كبير جدا بأن هو الاستحداث للبنية. أنه الأمير سلمان تولى مسؤولية وهو أمير رياض وهو سنه برضو صغير يعني. طيب دكتور أنور، يعني الدكتور سعد الفقيه في بداية حديثه وجه إليك سؤالا يعني يبدو منطقيا إلى حد كبير، ما علاقة عاصفة الحزم بهذه التغييرات الملكية؟ هو الحقيقة أنا لم أسمع ما قاله الأستاذ سعد الفقيه، ولكن سأجيب على السؤال. ما أنت إعلان عملية الحزم، نحن نعرف بأن الأمر وصل إلى حد لا بد أن تتدخل المملكة العربية السعودية. كانت المملكة العربية السعودية تتخذ مبدأ الدفاع، وكانت يعني أخذت هذا الموقف الدفاعي طوال هذه الفترة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزوة الأحزاب. ولكن حينما جاءت العملية إلى حرب إبادة في الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فإذا المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وهذا الأمر لا يفهمه إلا العسكريون، وبخاصة أنا طبعا خلفيتي لي ركن دكتور في العسكرية. فإذا أقول بأن هذه مرحلة جديدة تركت آثارها الآن حتى على العمليات الاضطرابات التي في سوريا، فبدأت المقاومة تسترد قوتها الآن في سوريا، وبدأ التراجع أمام طبعا إيران، وأيضا بدأت يعني بدأ العملية تنقض على إيران من الداخل، إذ أن طبعا جماعة العربستان بدأوا يطالبون بالاستقلال، بلوشستان أيضا يطالبون بالاستقلال. طبعا أذربيجان قدموا 30 دبابة على الحدود. كل هذه وكردستان أيضا، فكل هذه الأمور استيقظت على أعقاب عاصفة الحزم. نعم دكتور سعد، يعني ربما أجاب دكتور أنور عن سؤالك، ويتحدث هنا أن المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ ما دخل ذلك بإقالة مقرن؟ ما دخل هذه التغييرات بإقالة مقرن وتعيين محمد ومحمد؟
نعم، يعني من وجهة نظرك ما دخل هذه يعني التغييرات دكتور سعد؟ هل يقصد هو أن مقرن إنسان فاشل وعاجز؟ إذا كان قصده إنسان فاشل وعاجز وليس كفؤا فتعيينه في الأصل خطأ. دعه يقول أنه أصلا عين خطأ في هذا المنصب، وبناء عليه حتى الملك سلمان رجل هرم. طيب دكتور سعد دعني أتحفظ عن ما وجهته للأشخاص. نحن هنا نناقش سياسات ولا يعني نتحدث عن الأشخاص بصفاتهم. دكتور أنور، يعني فيما ذكرته عن الأمير مقرن وعن الملك سلمان دعني أتحفظ عما قلته، ودعنا نناقش هنا السياسات يقوم بها هؤلاء أو قرارات. نحن هنا في هذه الفقرة نناقش القرارات في المقام. فهمي لجوابه. يعني هل يقصد أن مقرن عاجز لا يستطيع وبناء عليه لابد من أن يؤتى بأمير أو قائد يستطيع؟ وإذا كان هذا المنطق مقبول، هل من الأولى إقالة الملك سلمان لأنه لديه إشكالات عقلية لا يستطيع التعامل فيها مع الواقع الحالي؟ من أولى إقالة يعني دكتور سعد، يعني هل هذه وجهة نظرك في الأمير مقرن وفي الملك سلمان؟ لا، أنا وجهة نظري كلهم لا يصلحون، كلهم غير مؤهلين. ولو عرضوا على اختبار عسكري واختبار أمني واختبار ثقافي واختبار اجتماعي واختبار سياسي، كله يعني عدد كبير من أبناء البلد يتفوق عليهم. نعم، كان هناك اختبار عسكري بالفعل تحدث عنه دكتور أنور عشقي، وهو عاصفة الحزم. تصدر فيها المشهد الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان، وكان هذا اختبارا عسكريا كبيرا. بمنطق الدكتور عشقي نفسه، هو يقول أن عاصفة الحزم هي السبب. دعه يبين ماذا يقصد تحديدا، لا يرمي علينا كلام ما له معنى. هل يقصد أن عاصفة الحزم لا يستطيع أن يتعامل معها إلا فلان وفلان، وإن مقرن قد رسب وقد فشل وقد عجز في اختبار عاصفة الحزم؟ نريد أن نفهم ماذا يقصد. نعم، هو تحدث عن أنها مرحلة انتقلت فيها المملكة من الدفاع إلى الهجوم. أستاذ لطفي، هل ترى علاقة مباشرة ما بين عاصفة الحزم وتصدر محمد بن نايف ومحمد بن سلمان هذا المشهد العسكري في هذه الحرب بما حدث من قرارات صباح اليوم؟ احنا كباحثين يا دكتور أسامة يعني دايما ننظر للوثائق، ننظر للبيانات، نحلل ما يصدر، نسقط ما يصدر على الواقع، ونقرأ المستقبل على ضوء الواقع. ما جاء في البيان أن بناء على طلبه، أنا لن أخبر في النوايا ولن أنقب في النوايا، أن دورك مقدر كما جاء في نص البيان أو نص الأمر الملكي بإعفاء. ولكن مهمة الباحث يعني الإعلامي في المقام الأول أن يبحث فيما وراء السطور. نعم. فده يعني طبقا للبيان الرسمي. البيان الغير رسمي أو ربط الماضي بالحاضر بوصولا للمستقبل، أن هناك كانت مرحلة سقطت صنعاء في عهد من؟ سقطت صنعاء في عهد الملك عبد الله، ولم تسقط في عهد الملك سلمان. تمدد الحوثيين وسيطروا على اليمن في عهد الملك عبد الله. يعني تم السكوت على تمدد الحوثيين وتشكيلهم خطر على المملكة. أيضا وتفاقم بسرعة كبيرة جدا عندما تولى الملك سلمان، وهم كانوا يريدون استغلال انتقال السلطة من رحيل الملك عبد الله إلى تولي الملك سلمان. فكان لابد من عملية جراحية ولابد من عملية عسكرية، لأنه سبق أن دخلت المملكة في عملية عسكرية ضد الحوثيين قبل ذلك. هذه ليست المرة الأولى، لكن دعني أقول لك أنها لأول مرة عملية عسكرية تقودها المملكة العربية السعودية خارج حدودها بقيادة سعودية وبشباب. الأمير محمد بن سلمان سنه 30 سنة. نعم دكتور أنور، وليس يعني عسكري. نعم. وليس هو رجل قانون، هو خريج، هو أصغر وزير دفاع في العالم. هو خريج جامعة الملك سعود. سأعود لك مرة أخرى أستاذ لطفي. دكتور أنور، يعني ذكر الدكتور سعد الفقيه في حديثه عن هذه التغييرات أنهم كلهم لا يصلحون، وإذا أجري اختبار عسكري لقدراتهم فلن يجتازه أي منهم. ما تعليقك على هذا الأمر؟ والله احنا دائما نقول الواقع، ولكن لا نتكلم بمشاعرنا، فنتكلم بعقولنا. فالعقل يقول بأن النتائج أثبتت بأنهم لديهم القدرة على إدارة المعارك وعلى توجيه المعارك، خصوصا وأن القوات المسلحة لا تعتمد على الشخص
وإنما تعتمد على السيستم. فالسيستم هو الذي انتصر، ولكن بقيادة هؤلاء القادة الذين وجهوا طبعا الأوامر إليهم. أما العمل التكتيكي والعمل هذا فأرجو من الأخ أن يترك لي هذا الجانب، لأن هذا هو تخصصي. فإذا لابد أن نعرف بأن النجاح الذي حققته طبعا قوة عاصفة الحزم من حيث السيطرة على الأجواء، السيطرة على الموانئ، يعني دحر الحوثيين، دحر جماعة علي عبد الله صالح، كل هذه وضع إيران في موقف الحرج، كل هذه الأمور تؤكد بأنهم كانوا على مستوى المسؤولية. الحديث الآن دكتور أنور أيضا عن الأمير مجرن، لماذا تمت الإطاحة بالأمير مجرن في هذا التوقيت؟ أرجو حينما لا تكون هناك، حينما لا نعرف الحقائق نعمد الفرضيات، لكن هناك حقائق ظهرت. الحقيقة الواضحة هو أن الأمير مجرن تنازل عن الحكم كما تنازل من قبل الأمير محمد بن عبد العزيز، وطبعا وهم يعرفون ذلك وهذا معروف. الأمر الثاني، منذ 3 أيام وفي مركز الشرق الأوسط الدراسات الاستراتيجية قال لي أحد إخواننا الشركاء، قال بأن الأمير مجرن ذهب إلى الأمير أحمد يوسطه لدى الملك بأن يعفيه من ولاية العهد. فإذا العملية ليست إطاحة وليست انقلاب وليست من هذه الأمور، إنما يجب أن نضع الحقائق في أماكنها. نعم دكتور سعد، أعود إليك مرة أخرى. ديفيد هيرست الكاتب البريطاني الشهير تحدث عن انقلاب ما أحبطه الملك سلمان عند قدومه، وتحدث أيضا عن خطوات يعني إجرائية قام بها الملك سلمان صباح هذا اليوم لاستكمال السيطرة على النظام في المملكة العربية السعودية. يعني هل تتفق مع ما قاله ديفيد هيرست أم لا؟ ونعم، الترتيبات حصلت على طريقة انقلابية، لكنه ليس الملك سلمان. الملك سلمان ليس إلا واجهة يستخدمها محمد بن سلمان محمد بن نايف، لأن الملك سلمان يعاني من مشكلة الألزهايمر، فلا يستطيع يتخذ قرارات. يعني هو ينسى كل 5 دقائق ينسى ما مضى قبل ذلك. فهو ليس الذي هو فقط استخدم كواجهة. هل تتحدث هنا عن معلومة يعني دكتور سعد؟ تتحدث عن تقارير طبية تم نشرها في مواقع إلكترونية أو في صحف؟ لا، ما تنشر تقارير طبية، لا يمكن تسريب التقارير الطبية، لكن الصحف غربية معتبرة تحدثت فعلا عن هذا الموضوع، ولنا مصادرنا من داخل العائلة الحاكمة من قريبين جدا من الملك سلمان يتحدثون عنه يعاني من هذا المرض منذ 3 سنوات، منذ سنة 2011، وتفاقم وضعه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. نعم، يعني إذن هذه المعلومة وفقا لمصادرك يا دكتور سعد على مسؤوليتك مصادري وكذلك مصادري وكذلك منشورة في صحف أمريكية معتبرة، في الواشنطن بوست، طيب. نيويورك تايمز. دعني أتوقف عند هذه المعلومة. أعود إليك سيد أنور مرة أخرى. هل ما يقوله الدكتور سعد الفقيه وفقا لتقارير صحفية نشرت في نيويورك تايمز وفي واشنطن بوست كما تفضل عن الحالة الصحية للملك سلمان، هل هي صحيحة بشكل كبير؟ والله الحقيقة الجانب الصحي للملك سلمان طبعا كان بيني وبينه اتصال عدة مرات. نعم. ولم أجد ما يقال أو ما يشاع عليه أنه حقيقة. الأمر الثاني أن الرؤساء الذين قابلوه ومن بينهم الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني لم يدلوا بكلام مثل هذا، وإنما هي جاءت من المغرضين والأعداء الذين كانوا يتوهمون ذلك. فإذا يجب أن نبني أمورنا على الحقائق ولا نبنيها على الأوهام. دكتور سعد، أعود إليك مرة أخرى. هل تتوقع أن تشهد الأسرة الحاكمة هدوءا ما بعد التغييرات التي حدثت صباح اليوم؟ نعم، سأجيب على السؤال، لكن بالنسبة للقدرات العسكرية التي كما يقول الدكتور عشقي أنه نجح فيها محمد بن سلمان، هو عسكري يفترض أن يدرك أن شخص مثل محمد بن سلمان يستحيل أن يستلم مسؤولية عسكرية بهذا الحجم. رجل دون 30 ومخرج كلية ليس لها علاقة بالعسكرية،
وخبرته وتجربته في وزارة الدفاع لم تزد عن مجموعة من الصفقات التي استولى فيها على كمية من المليارات. ليس له أي خبرة أو أي معرفة بالعمل العسكري مطلقا، وحتى جلبه لوزارة الدفاع إنما جيء به للاستيلاء على الصفقات حينما كان نائبا لوالده. وكل الذين يعملون في الدفاع من أركان الجيش ومن المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع يتحدثون عن هذا الموضوع. ومعروف أن الذين تتابعوا على وزارة الدفاع همتهم كم نسبة ما يسرقون لأنفسهم ولحواشيهم من صفقات الدفاع. هذا وفقا لمعلومات أيضا دكتور سعد طبعا منشورة في أماكن كثيرة، ولكن خذ الحكومة السعودية تنفق على الدفاع بأرقام مثبتة قدر ما تنفقه إسرائيل وإيران وتركيا ومصر وباكستان مجتمعة. نعم. سنويا تنفق 10 أضعاف ما تنفق باكستان. وحينما حانت ساعة الحرب يذهب محمد بن سلمان يستجدي باكستان ويستجدي مصر حتى تدافع عنها. طيب سأعود إليك مرة أخرى يعني دكتور هذا هو الإنجاز سعد الذي يتكلم عنه. نعم سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ لطفي، الآن الحديث في اختلاف كبير حول محمد بن سلمان وتوليه حقيبة الدفاع في المملكة العربية السعودية. أنت تحدثت أن هذه ميزة، أن هو شاب صغير لم يتجاوز 30 من عمره، وأيضا لم يتخرج من كلية عسكرية، ولكن دكتور سعد الفقيه يتحدث أن هذه يعني نقطة ضعف كبيرة في تاريخ محمد بن سلمان. أنا يعني حتى يعني تاريخيا وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية شأنها شأن وزارة الداخلية، لم يتولاها يعني من هو يعني خريج كلية عسكرية. إذا كان الأمير مقرن كان خريج كلية الطيران وهو رجل عسكري، فلم يتولى وزارة الدفاع طوال تاريخ المملكة العربية السعودية من هو خريج كلية حربية أو انخرط في السلك العسكري. دي عشان إيه؟ لا، دعني أقول لك معلومة تانية، معلومة خاصة بالأمير مقرن. الأمير مقرن كان لديه أمر ملكي محصن، وكان لو يريد الملك كان تشبث به. في الأمر الملكي المحصن اللي أصدره الملك عبد الله بتعيين الأمير مقرن ولي العهد لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية يستحدث هذا المنصب، استحدث الأمير مقرن. يقول في حيثياته: لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائنا من كان، أو تسبيب أو تأويل. يعني معاه أمر ملكي محصن، لو يريد أن يبقى في الحكم ما قال بناء على طلبه، وكان تشبث، وكان أعتقد سيحظى بهيئة البيعة وموافقة هيئة البيعة. دي يعني أنا بس بتكلم عن وثيقة. الأمر الثاني، لو اسقطنا ما قاله الدكتور سعد الفقيه على حتى وزارة الداخلية، الأمير محمد بن نايف لم يكن خريج كلية الشرطة ولم يكن خريج كلية أمنية. نعم، هو الرجل مختلف مع الأمير محمد بن نايف أيضا، يعني هو لم يختلف مع محمد بن سلمان. أنا بقول طيب، هل وزير الدفاع، نحن عندما نطالب وزير الدفاع منصب سياسي ولا منصب عسكري؟ وزير الدفاع يعني أعتقد في الدول المتقدمة كلها يعني منصب سياسي، زي وزير الداخلية منصب سياسي، هو يدير عملية نعم. لا ينتقص منه. هو مدى نجاحه في تبوؤه هذه القيادة ومدى فشله، هذا هو الذي يحكم عليه نعم. هو أدار معركة لأول مرة، معركة تقودها المملكة العربية السعودية خارج حدودها بقيادة شبابية سعودية وبتحالف عربي إسلامي. دكتور أنور، أعود إليك مرة أخرى. تحدث الكثيرون عن عاصفة الفجر، وما دلالة اتخاذ هذه القرارات فجرا، ولماذا لم تعلن في مؤتمر صحفي أو تؤجل لصباح اليوم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البركة في البكور، ولهذا كانت هذه في وقت مبكر. والأمر الثاني الذي أحب أن أقوله بأن كل الذين تسلموا منصب وزارة الدفاع كانوا دون 30. الأمير منصور، الأمير مشعل، الأمير سلطان، قبل الأمير طبعا محمد بن سعود، ما عدا الأمير سلمان هو الذي استلم وهو كبير السن. أما الباقين فكانوا دون 30. فإذا لا ضير في هذا الأمر، وإنما العملية كما قلت العملية سيستم، جاء صغير جاء كبير،
كل يعرف واجبه. فكنت أتمنى أن يكون الدكتور سعد قد عمل في وزارة الدفاع ويعني وحظي بهذه المعرفة، ولكن أنا أحب أن أقول بأني كنت أتمنى أن أعيش في بلد الحرمين لا أن يعيش في خارج بلد الحرمين، وأن يسلط سهامه على الكفار وأعداء الإسلام ولا يسلط سهامه على المسلمين وعلى الذين حرموا الخمر في البلاد من بلد لا تحرم الخمر في البلاد. نعم دكتور أنور، ولكن مجتهد المغرد السعودي الشهير قال عكس ما تقول تماما. لم يقول أن البركة في البكور، وإنما تحدث أنه مساء أمس كان موعد العشاء الدوري الذي يقيمه الأمير ميغرين لوجوه العائلة الحاكمة وبعض الشخصيات الهامة، وكان ضيف الشرف رئيس وزراء نيوزيلندا. تلقى المدعوون بعض الرسائل، وكان الأمير ميغرين متواجدا حتى نهاية هذا العشاء. وتحدث مجتهد أيضا أنه بعد العشاء بعد 10 مساء استدعي ميغرين من قبل الملك، وقيل له على لسان الملك سلمان: ما منا قصور، لكن ودنا نستفيد من همة الشباب. فلم يتردد ميغرين في الموافقة، وأكد مجتهد أن هذا الأمر حسم قبيل الساعة 11. وتحدث مجتهد في تغريدة أخرى أن محمد بن نايف ومحمد بن سلمان قام بإبلاغ الشخصيات الهامة في الأسرة وخارج الأسرة، ولم يكن الأمير متعب بن عبد الله بينهم، لافتا إلى أنهم حين تيقنوا من وصول الخبر إلى بعض الدوائر التي يعني كانوا يخشون منها قرروا الإعلان لقطع الطريق على من قد يحاول إجهاضه أو يحرجهم بعمل ما، مؤكدا أن هذا هو سبب الإعلان فجرا. ما مدى يعني اتفاقك أو اختلافك مع ما قاله مجتهد؟ وأعتقد أن هؤلاء الذين غردوا لا أعتقد بأن لديهم المعلومات الكافية والدقيقة، ولكن كل الذي نعرف بأنه اجتمع مجلس البيعة، وكان من ضمن مجلس البيعة الأمير طبعا الأمير ميغرين والأمير متعب، وكلهم موجودين، وكلهم اتفقوا على ما طبعا كلهم بالعكس هم رشحوا الأمير محمد بن نايف، لأن هذه المرحلة مرحلة أمنية ولا بد أن يكون هو المسؤول على الجانب الأمني وخاصة الأمن الداخلي. نعم دكتور سعد، يعني قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر، لك حق الرد كاملا فيما قاله دكتور أنور عشقي، أنه لماذا تتهم سلطات المملكة العربية السعودية بما تتهمهم به؟ بالمناسبة هيئة البيعة لم تنعقد ولم يدعي، حتى البيان الرسمي لم يدعي أنها انعقدت، فيا ليت يراجع معلوماته. كلف مسؤولون في الديوان الملكي ومن أصدقاء محمد بن سلمان كلفوا بالاتصال بأعضاء هيئة البيعة شفويا وأخذ الموافقات، وحسب ما يتداول في أوساط العائلة الحاكمة أن عددا كبيرا منهم رفض البيعة، منهم حوالي 6 أو 7 من أبناء عبد العزيز. والمحاولة الاتصال بالهاتف، أحدهم طلال بن عبد العزيز أصدر بيانا رسميا يرفض فيه ما حصل ويدعو العائلة لأن تجتمع بشكل مستقل مع مجموعة من العلماء والوجهاء ورؤساء القبائل من أجل أن تناقش ما يجري، وكتب بيانه بطريقة غضبان ومتمرد. فليس صحيحا أن هيئة البيعة قد اجتمعت. نعم. النقطة الثانية، يعني عفوا دكتور سعد، دكتور أنور، ما تعليقك على هذا الأمر؟ أنا ما أسمع يقول من أول. يقول لأن هيئة البيعة لم تجتمع بالأساس. يتكلم أنا ما بسمع، ولكن ماذا قال قل لي وأنا أشوف أديك رأيي. نعم، هو يتحدث أن هيئة البيعة، دكتور سعد الفقيه يتحدث أن هيئة البيعة لم تجتمع بالأساس، وأن يعني يطلب منك مراجعة معلوماتك. الحقيقة يعني جاء في البيان أن هيئة البيعة اجتمعت، ولا أستطيع أن أنكر. لم يرد بشيء غير رسمي. نعم، أرجو من الشباب أن يعني يقوموا بإحضار بيان هيئة البيعة في هذا الأمر حتى نتبين يعني أين الرواية الصحيحة. دكتور سعد، أعود إليك مرة أخرى ولك يعني كامل الحق في الرد. دكتور أنور عشقي بيتساءل: لماذا تتهم سلطات المملكة العربية السعودية بما تتهمها به؟ الأرقام موجودة، ليس هناك اتهامات. الدوريات المختصة بتكاليف السلاح ونشاط وزارات الدفاع في العالم تتحدث عن الإنفاق السنوي لكل دول العالم، ولك أن تفتح أي دورية من هذه الدوريات المختصة وترى كم بالإنترنت، اكتب
military expenditure بالجوجل يطلع لك هذه المواقع وتعطيك قائمة بإنفاق المملكة وإنفاق مصر وتركيا وإسرائيل وإيران، وتجد مجموع كل هؤلاء أقل من إنفاق المملكة سنويا. ومهمة وزراء الدفاع الذين تعاقبوا مهمتهم هي هذه السرقة. لم يقم الجيش السعودي في أي مرحلة من مراحل في تاريخه بأي إنجاز. مهمة الجيش السعودي هو مظلة للسرقات فقط، والدفاع عن بلادنا موكول إلى الأمريكان وغيرهم. ليس عندنا أصلا عقيدة عسكرية للدفاع عن البلد. أما ما يسمى بعاصفة الحزم فليست معركة، هي طلعات جوية يخططها الأمريكان ويرسمون مسارها الأمريكان ويحددون أهدافها الأمريكان، ومع ذلك لم تنجز شيئا. بدأت الحرب ولم يدخل الحوثيون عدن ودخلوها بعد الحرب، ودخلوا الضالع ودخلوا لحج وسيطروا على صنعاء وسيطروا على أماكن أخرى. أحكموا سيطرتهم على باب المندب وعلى أماكن أخرى بعد المعركة، ولم يخسر كما أثبتت دوريات عسكرية. لم يخسر الحوثيون مع الأسف الشديد ولا سنتيمتر واحد، بل ازدادت مكاسبهم بعد الحرب، ولم يتحقق على الأرض من الأهداف التي زعمت السعودية أنها ستحققها بعاصفة الحزم، وهي إجبارهم على العودة للشرعية وإخراجهم من المدن وتسليم السلاح الذي يسيطرون عليه من الجيش. لم يتحقق أي واحد من هذه الأهداف. فأين النصر في هذه المعركة؟ والحكومة السعودية لا تزال تبحث عن من ينقذها على مستوى البر خوفا من الهجوم الحوثي. نعم. فأي إدارة صحيحة للمعركة؟ وأما إدارة محمد بن نايف للداخلية، فمحمد بن نايف لم ينجح إلا في خدمة الأمريكان في محاربة شباب الجهاد. طيب. ومحاربة المصلحين. نعم، يعني هذا الأمر سينقلنا إلى تأثير هذه القرارات دكتور سعد على السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. وزير الخارجية أستاذ لطفي، يعود إليك الآن. وزير الخارجية هو السفير السعودي في واشنطن من عام 2007. إذن هناك علاقة مفتوحة ما بين وزير الخارجية الآن وما بين السلطات الحاكمة في الأمريكان. كان يظهر على قنوات الفضائية الأجنبية وعلى وسائل الإعلام الغربية طوال فترة عاصفة الحزم، وكان من يسوق نجاحات المملكة في هذه المعركة. هناك أيضا الأمير محمد بن نايف، الرجل الذي وصف من بعض المراكز الأمريكية بأنه جنرال مكافحة الإرهاب كما تحدث الدكتور سعد الفقي. هنا ننتقل إلى السياسة الخارجية السعودية ومدى تأثير هذه القرارات ووجود محمد بن نايف ووزير الخارجية السعودي الجديد في مكانهم. السياسة الخارجية السعودية دائما، يعني إذا استثنينا السنتين الأخيرتين في عهد الملك عبد الله، كانت دائما السياسة السعودية سياسة هادئة، حتى عندما تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة السلام في المغرب، في القمة العربية في المغرب، أنها حالتها للجامعة العربية وقالت أنها مبادرة الجامعة العربية، ولم تكن على الرغم الذي قدمها كان الملك فهد وكان وليا للعهد. وعندما جددت نفس المبادرة في لبنان أيضا أحالتها للجامعة العربية. هل سيحدث تغير في السياسة الخارجية السعودية؟ أنا أعتقد سيحدث تغير في المملكة العربية في سياسة الدولة. لن ستعود السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية كما كانت في عهد الملك فيصل وكما كانت في عهد الملك فهد، وستكون أكثر اتزانا وأكثر رؤية للمخاطر التي تحيط بالمملكة العربية السعودية. زي ما احنا شفنا أن الموقف كان مع نور المالكي في العراق، عندما وضعت المملكة العربية كل ثقلها أن نور المالكي لازم يتغير، وتوقعت أنه بتغير نور المالكي سيعيد الشيعة حساباتهم ويتعاملوا مع أهل السنة في العراق ويعيد العراق الموحد. كانت هذه النظرة، واتضح أن النظرة غير صحيحة. العبادي صار أكثر طائفية من نور المالكي، الحوثيين صاروا أكثر طائفية، وإيران تمددت وبدأت يعني من لبنان التي لم تستطيع أن تنتخب رئيس، بالرغم من السعودية أنفقت أو مولت أكبر صفقة للجيش اللبناني عشان تعمل توازن داخل السياسة اللبنانية، ولكن لم تحدث. الآن السعودية ترجع لنفس سياستها التي كانت موجودة في عهد الملك فيصل وعهد الملك فهد، إنها تكون أكثر اتزانا وأنها تبحث عن مصالحها كدولة الحرمين. لأن السعودية يا أخي الدكتور أسامة، السعودية بمكانتها وخصوصيتها الدينية المفترض
ألا تكون طرفا في نزاع إسلامي أو عربي، لأنها قبلة المسلمين، وأنها ستفتح مجال يفقدها الكثير من خصوصيتها، وهي سترجع إلى خصوصيتها الإسلامية حتى لا تستغل من قبل إيران الصفوية التي كانت تسير المظاهرات. انتقلنا إلى دكتور أنور عشقي. دكتور أنور، هل ترى يعني فيما يقول الأستاذ لطفي أن المملكة العربية السعودية مع قدوم محمد بن نايف ومحمد بن سلمان وأيضا السيد عادل الجبير في وزارة الخارجية سيتم تحول البوصلة نحو عدم التدخل في صراعات عربية وإسلامية؟ طبعا اولا انا يعني ايد ما يتفضل به، ولكن احب ان اضيف اولا واعقب بكلمتين، لاني استمعت للمرحله الاخيره التي قالها الاخ سعد. الاخ سعد بيقول السعوديه بتستورد اسلحه كثير وهذا، والان بانت اهميه استيراد الاسلحه. الامر الثاني ان التخطيط والعمل كله كان سعوديا، حتى ان اوستن قائد القوات في الشرق الاوسط قبل من الكونغرس وسأله المكين السنتور مكين وقال له متى علمتم بساعة الصفر؟ فقال قبل ساعة. قال له قبل ساعة؟ قال نعم. قال من حق السعوديين أن لا يخبروكم قبل ساعة، لأنكم سوف تسربون المعلومات، يعني لأنهم خافوا أن تسربوا هذه المعلومات. طيب. الأمر الثاني، القوات السعودية في أيام ما قامت طبعا اللواء 25 من الجنوب، حينما كانت يعني محتله من قبل الشيوعيه، المملكه العربيه السعوديه استرجعت الوديعه دون قطره دم واحد، دمرت اللواء كامل، حتى ان الاذاعه في الجنوب كانت تقول اين اللواء الثاني والعشرين يا فيصل؟ نعم. ايضا في سوريا شاركت مع القوات السوريه، ولم يرد الاختراق الذي فعلته اسرائيل في تل مرعي الا القوات السعوديه. فالقوات السعوديه ولله الحمد ما دخلت في حرب الا وفازت، ويشهد على ذلك من كان معها. طيب دكتور أنور، يعني أرجو منك إجابة باختصار شديد، لأن يعني ما تبقى من وقت البرنامج لا يتسع لكل هذا. دعني أعيد السؤال الأخير مرة أخرى، هل ستتغير السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية إلى عدم التدخل في صراعات ما بين صراعات عربية وسيتم توجه السياسة الخارجية بالكامل لمواجهة المادة الإيراني؟ السؤالية؟ نعم دكتور أنور، هل تسمعني دكتور أنور؟ ايوه اسمعك. نعم تفضل. انا طبعا ما اعتقدت السؤالية. طبعا المملكة العربية السعودية من الاساس لا تحب ان تتدخل في صراعات عربية، لكن في هذه الايام المملكة العربية السعودية تبنت هدفا استراتيجيا اعلى وسوقته للامة العربية كلها، وايدته الدول العشر التي شاركت معها، وهذا الهدف الاستراتيجي هو تحقيق الامن القومي العربي والامن القومي الاسلامي. نعم. المملكة العربية السعودية منذ هذه اللحظة سوف تكون داعمة للأمة العربية والإسلامية، ولكن كما قال الأستاذ لطفي لا تتدخل في شؤونها ولا في صراعات داخلية. نعم دكتور سعد الفقيه، سؤالي الآن، هل ترى أيضا أن السياسة الخارجية وتتفق مع ما قاله ضيفي الكريمين ستتغير نحو عدم التدخل في يعني صراعات عربية وسيتم التوجه بالكامل لمواجهة المد الإيراني؟ تصحيح بسيط فقط لكلام الدكتور. أنا لم أقول الحكومة السعودية جلبت سلاحا هائلا، نقول أنفقت أموالا ولكننا لم نرى سلاح. لا عدد الطائرات لا يساوي ولا 10% من المال الذي أنفق. عدد الدبابات، المدرعات، المدافع إلى آخره لا يساوي ولا 10% مما أنفق على السلاح. فإذا أين ذهبت بقية الأموال؟ إما إلى الشركات السلاح أو إلى جيوب الأمراء، من بينهم وزراء الدفاع الذين يتعاقبوا، ومن بينهم آخرون من يعني بندر بن سلطان لوحده أخذ على عمولة واحدة فقط 2 جنيه، يعني حوالي 12 مليار ريال على عمولة صفقة الإمامة. بندر بن سلطان فكم أخذ سلطان والده وكم أخذ خالد بن سلطان؟ المهم هذا بس تنبيه أنني لم أقول جلبوا سلاحا، بل جلبوا خردا ودفعوا أموالا هائلة. أنا أرجو منك الإجابة في دقيقة، لأن بالفعل يعني وقت البرنامج أوشك على الانتهاء. السياسة الخارجية لن تتغير، هي قائمة على 3 ثوابت.
الثابت الأول هو الدوران في فلك أمريكا، الدوران الثابت الثاني هي محاربة أي قوة تحررية في العالم العربي أو الإسلامي تشجع أو يمكن أن تعدي الشعب السعودي كما يسمون الشعب السعودي. الثابت الثالث محاربة أي حركة إسلامية ربما تستطيع أن تنشئ كيانا سنيا إسلاما سنيا يحرج نفاق النظام السعودي. هذه ثوابت السياسة الخارجية السعودية. نعم. وسوف يستمرون في التدخل في كل الثورات العالم العربي ولن يتغير لا بعبد الله ولا بفلان وفلان. نعم، ربما تكشف لنا الأيام المقبلة إلى أي اتجاه ستتوجه السياسة الخارجية السعودية. أنا يعني أشكر ضيوفي عبر السكايب الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أشكر أيضا الدكتور سعد الفقير رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح كان معنا عبر السكايب، كما أشكرك شكرا جزيلا أستاذ لطفي عبد اللطيف الإعلامي والباحث في الشأن السعودي. أهلا وسهلا. كاملين النهارده حلقتنا خلصت، نشوفكم بكرة في نفس الميعاد. السلام عليكم.